الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد. صلوا على النبي يا جماعة. كل سنة وانتم طيبين أولا عشان مولد النبي. أنا كنت عملت لكم الحلاوة بس ما نزلت لهاش للأسف. الفيديو اتمسح. فالنهاردة هعمل لكم البطاطا بحاجة جديدة. دي من عندي اضافات زياده من عندي، مش اللي هي المسلوقه ولا اللي في الفرن ولا اللي هي بالعسل. دي حاجه عشان كمان اللي اولادنا رايحه المدارس، ولسه هنزل لكم فيديوهات كتيره كتير تاني. معلش عشان الفتره اللي فاتت انا غبت عنكم، كنت في المصيف. وكل سنه وانتم طيبين. دي البطاطا انا قشرتها وقطعتها حلقات زي ما انتم شايفينها كده. اهو هحط لها كوبايه سكر، احنا ما بنحبش الحاجه مسكره. وهنحط لها كوبايتين لبن وهم صغيرين، بصوا اهو. وهنحطها على النار. بصوا الكوبايه دي مش كبيره. اهي كده اهو. بس كده اهو. واحط لها، ممكن بدل ما نحط لها كوبايه ميه نحط لها كوبايه اللبن بالقشطه بتاعتها بدل ما نزودها ميه. واحطها على النار اهي. اهي شايفينها ريحه القشطه اهي بتاعت اللبن. هنحطها تستوي وارجع لكم تاني. لايك والاشتراك وادعموني عشان قناتي دي مش هتكبر الا غير بيكم انتم. انا هرسها كده اهوت بالهراسه. شايفين ازاي لغايه ما تبقى ناعمه، وممكن تخلي فيها قطع برضو يبين فيها الطعم كده اهو. بس كده اهو. وحطيت لها معلقه سمنه بلدي. بصوا اهو. هوزعها فين؟ في قلب الصينيه اهو. حطيتها في الصينيه. هعمل لكم بقى اللي, اللي هي المهلبيه بس بكاستر. بصوا معلقتين ادي النشا اهوت اهو. شايفين اهو، معلقتين هرميين. هقلبهم بمعلقتين سكر. والسكر ده حسب الرغبه. السكر حسب الرغبه. وباكو فانيليا بس، مش هحط حاجه تاني. حطيتها على النار. بعد ما تستوي كده اهو اوريها لكم تبقى كريمي. بصوا الكايستر ومعلقتين النشا اهو بقوا كريمي. شايفين كده اهو. ما عندكيش كايستر مش شرط، ممكن تحطي الاتنين معلقتين النشا وتستكفي بكده. ومعلقه قشطه من اللي هي بتاعت وش اللبن بس. بصوا كده اما تبقى كده. بصوا دخلت عشان طعم النشا كمان ما يبانش فيها. وما تنسونيش تدعموني باللايك والاشتراك عشان مستنيه تعليقاتكم. ما بتكتبليش تعليقات، عايزه عشان ارد عليكم واشوف انتوا ايه رايكم في اللي انا بعمله. قولوا لي كده في تعليقاتكم. كده نعكبها. بصوا كريمي. كنت قبل كده عاملاها عامله رق من تحت ورق من فوق. جميله. استنى شويه تهدى شويه وبعدين ابش بسمنه. انا ما رضيتش احط لها جوز الهند عشان بيخش في اسناننا اهو. بصوا اهي. حطيتها في الفرن. بعد ما تطلع من الفرن اوريها لكم. دلوقتي اديني قطعتها لكم. دي الكريمي، مش اللي هي تبقى ماسكه خالص، لا. شايفين اهي دي تبقى كريمي. تاكلوها جميله جدا. اعملوها لعيالكم ولاطفالكم في البيت. دي مغذيه جدا، مغذيه. بصوا اهي. دي كده الكريمي جميله. واللايك والاشتراك ما تنسونيش تكتبوا لي في تعليقاتكم.